الريسيبي بتاعت النهاردة هنعمل سوا سبانخ جراتان ما حصلتش. تعالوا اقول لكم نعملها ازاي وتطلع كريمي وغرقانة جبنة. اول حاجة هنحط حتة زبدة كبيرة ونشوح فيها المشروم. طبعا ستيب المشروم دي اختياري، you can skip المشروم وتخشوا على طول على السبانخ. بعد ما اشوح المشروم هحط معاه فصوص الثوم المهروس واديهم تقليبة سوا. انزل بقى عليهم بالسبانخ. خلوا بالكم كيلو السبانخ عمل 1 بايركس كبير او 2 متوسطين. السبانخ بتكش جدا. هدي السبانخ تقليبه لحد ما تدبل، وبعدين احط عليها 2 مرقه خضار فوريه. هقلبها مع المرقه واجيبها على جنب، وبعدين احط حته زبده كبيره، احط معلقتين دقيق، احمر الدقيق كويس، وبعدين اقلبه مع السبانخ وابتدي انزل اللبن. انا حطيت 2 كوباية لبن، قلبتهم لحد ما ابتدوا يتخنوا شوية، وبعدين حطيت 1 كوباية كريمة كبيرة. الكريمة هي اللي بتديها طعم خطير. هظبط الملح والفلفل واحط رشة بسيطة جوز الطيب. هنقلها بقى بعد كده في البايركس اللي هيدخل الفرن. حط على الوش موتزاريلا، وحطيت كمان رات تشيدر. حطوا اي جبنة مبشورة بتحبوها. دخلوها الفرن وبعدين افتحوا عليها الشواية. طلعت رهيبة.